سلام عليكم. انتقال لاعب حسين علي إلى نادي الشرطة. قادما من الدوري التونسي، نادي زاخو يقدم عرض رسمي إلى لاعب أمجد عطوان بقيمة 500 مليون، حيث جاء العرض رفض لاعب لعب إلى نادي طلبة. نادي القوة الجوية يعلن تعاقد مع لاعب سامح سعيد. قرعة كأس الاتحاد الآسيوي اليوم الساعة 9 صباحا، حيث يشارك كل من نادي الزوراء العراقي ونادي الكهرباء العراقي. بالتوفيق لأنديه العراقية بهذه بالبطولة. قال مدير نادي الزوراء كريم رزاق: هذا الموسم مختلف وطموحنا تحقيق كأس الاتحاد الآسيوي. يعلن نادي الكهرباء عن شعار جديد قبل مشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث تحول من شعار قديم إلى شعار جديد. الاتحاد العراقي يعلن التعاقد مع المدرب الألماني أوليفر هاردر لقيادة المنتخب النسوي لكرة القدم. الدوري السعودي في المرتبة الثامنة لأكثر الدوريات قيمة سوقية بقيمة 1.02 مليار يورو. إدارة نادي الشرطة تتوصل إلى اتفاق مع مدرب اللياقة حيدر عبد القادر بدلا عن المدرب مازن عبد الستار. رئيس اتحاد الكرة يوافق على تمديد عقد مدرب منتخب الشباب عماد محمد حتى 2025. الأهلي السعودي فتح باب المفاوضات مع رودريجو دي بول للتعاقد معه.